اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا بصوا كده معايا، عندي هنا كوبايتين حليب، عليهم ايه علبة زبادي، عليهم معلقتين خميرة ومعلقتين سكر. كتير؟ لا مش كتير. وعندي هنا دقيق محطوط عليه ذرة ملح. ماشي، هنمسكهم بقى بعد دول ما يختمروا. عملتها كده وجهزتها، هغطيها واسيبها تختمر. سيبها بقى تختمر، ولما تختمر هوريها لكم. بصوا، ده بقى الديكور عندنا. الخل بيساعد بسرعة. هنبدأ بقى في الوقت ده ننزل الدقيق. هنزل بقى الدقيق كده واحدة واحدة، وايه وشرق. انا عايزة عجينتي كده ايه تبقى كلها منسجمة مع بعضها، مش عايزة انزل مرة واحدة. ماشي، انا عاملة كام 6 كوبايات لغاية ما تتقل، وبعدين نعجنها بايدينا. بعدين نحط تاني. هنبدأ بقى نعجنها بايدينا. تعالوا بصوا، لما تبقى بالزبادي وتعجنيها وحطيت فيها حتة زبدة حلوة وعجنتها كويس، بقت بالشكل ده. هغطيها بستريتش واسيبها شوية. حضرت الجبنة المتوفرة عندي يا جماعة. الجبنة حشوها اي حاجة، ان شاء الله جبنة قريش، ان شاء الله جبنة دومتي، اي نوع جبنة متوفر عندك. انا دي اللي متوفرة عندي دلوقتي، هعمل بيها واوريكم. احط الحشوة واقفل عليها. يلا جبت الصينية، حطيت فيها ورقة زبدة ومسحت رصيتها جنب بعضها. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ جبنية. نسيبها تختمر ونحطها في الفرن، تطلع معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. رهيبة جدا والطعم حكاية.